عسلامة، مرحبا بكم. أول فيديو نبداوه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما عودتكم، نحب ديما نبارتاجي معاكم روتين نهار الأحد، بالأخص يعني نهار الأحد على خاطر يكون روتين شامل. حبيت زادا نوريكم كيفاش نستغل الوقت. كما تعرفوا نهار الأحد العائلة ملمومة. ديما 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 انا في فيديوهاتي نفكركم كوني نحب ديما نعطي وقت يعني لعائلتي، وماذا بيكم وماذا بينا الناس الكل كنا نعطيو وقت لعائلتنا ولصغيراتنا. بالاخص يعني الوالدين يكونوا يخدموا او كان نهار اللي نتلموا فيه صحيح باش ناكلوا، باش لازم فما شويه وقت هكا باش نقعدوه. والام يعني لازم هكا باش تنظم وقتها به. كيفاش لهنا الأم باش نجم يعني تنظم وقتها في نهار يعني فيه برشا حاجات، فيه فطور الصباح كيما ما بارتاجيتش معاكم، إن شاء الله المرات الجاية نبارتاجي معاكم فطور الصباح، خاطر يعود يعني مخر وما نتلهاش الحق باش نصور. اما ديما يعني كفطور الصباح كنا نتلموا فيه باش تدلل صغيراتك، وفيه فطور نص النهار، فيه العشاء، فيه باش تقري، فيه دوش، فيه برشا حاجات. كيفاش هنا باش نجم هي تستغلك الوقت هذاك وتقعد معاهم شوي. ديما انا نهار لحد نعمل كي ناقف في الكوجينة ناقف مرة واحدة، شفت مثلا ماضي ساعتين يكون عندي كل شيء حاضر، فطور نص نهار فطرنا وكملنا، والعشاء حاضر، الماعون مغسول، الصابون نحاول كوني ما نغسلش نهار لحد، يا اما بالسبت بالجمعة في وسط الجمعة نقص على روحي. كما قلت لكم نحاول كوني كي نقف في الكوجينه نقف مره واحده، ما نرجعش في العشاء باش جوست كان باش نسخن اكاهو، ما نطيبش خاطر الوقت يجري ونهار الشتاء قصير برشا. ماناش باش نقعدوا يعني تنجم انت باش تحضر فطور نص نهار وحده والعشاء وحده، لا. هنا دبارتي متاع نص نهار كانت كعبة سردينة مقلية، باش نكمل معاها بطاطا وفلفل وصوص متاع طماطم. معاها هي ركبت مرقة بطاطا وبسباس، صدقوني تجي بنينة على الاخر. كي تزيدوا ما نعرفش يعني تعملوها ولا ما تعملوهاش، يعني مرقة بطاطا ذيك يعني نعرف الناس الكل تعملها، اما تزيد معاها البسباس فما غير اللي يعملها وفما اللي لا، اما تبنن برشا برشا وتجي فاوحة فاوحة وما شاء الله. يعني الكونتيتي تجي يعني تكفي وتوفي تبارك الله. حطيتها غاديكا فوحتها يعني عادي، حطيتها الزيت، البصل، الطماطم، الهريسة، طريفات اللحم، ملح، فلفل أكحل. بعد يتقليو مليح نمرق، نحط البسباس الأولاني، قريب يطيب. تو بعديك يعني تشوفوا يعني نحضر في فطور نص نهار ولا هي بهك المرقة بحذايا. كعبات السردينة لهنا نظفتهم، فوحتهم كمون، ملح، شوية فاح، حسيت الكمون شوية كما شفتوني الحكة فارغة حتى نحضر شوية آخر، خاطر أنا نعمله في الدار وحدي، يعني ناخذه ننظفه ونرحي وحدي الكمون في الدار، ما ناخوش يعني حاضر. ديما يعني نحبذ كوني الحاجة متاع الدار تكون فاوحة وتكون جديدة، ونرحي يعني بكونتيتي صغيرة، ما نرحيش برشا خاطر نحس الكمون كي يفوت برشا 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 وقته يفقد هكا الريحة وكان النكهة. خليته غاديكا يعني الفاح متاعو يدخل فيه بالكدا. وباش نحضر لهنا البطاطا كنت غسلتها ونظفتها وحضرت معاها حتى يعني الخضر الكل قصيتها، حضرت البسباس والبطاطا متاع المرقة مع بعضهم الكل. هاي قلت لكم كي واحد يقف على حاجة يقف عليها فرد المرة. لهنا قاعدة نحضر كما قاعدين تشوفوا قاعدة تتقلى المرقة باش نحضر لهنا البطاطا متاع المقلي. كما تشوفوها البطاطا التونسية هذية يعني القشرة متاعها البرانية مش لازم، ما تستحقش نقشروها الكل، يعني جست من فوق هكا بالسكينة. وبالحق بنينة بنينة فيها بنة أخرى كتعود بك القشرة متاعها هذيك
فيها بنة أخرى ومطعم آخر. كالكسوة هكا مقلية ولا كي تتعمل في الفور زادة ولا في المصلي بالحق بنينة. البطاطا الجديدة هذه البطاطا متاعنا التونسية، وبرشا يعرفوها راي الطريقة هذه. كوني البطاطا ما هو والله أنا مرة تفرجت قالك يعني البطاطا ما تتقشرش، تتغسل مليح 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 وتقعد يعني بقشرتها ما احنا تعودنا. البطاطا يعني مش هذه جديدة نقشروها. اما تقعد هكا جديدة حتى بيدك انتي تقعد تغسل فيها القشرة متاعها تتنحى. نسيت ما دخلنا ديريكت في الفيديو في الروتين وفي في القضية وفي في الفطور. نسيت مسألتكم شو على أحوالكم، شنو أحوالكم، إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. إن شاء الله زادة تكون صحتكم. نعرف البريود هذية يعني كاسحة شوية هكا على الصغيرات وحتى على الكبار قريب قاعدة تدور. حاولوا يعني تحميوا رواحكم، وإن شاء الله هي ربي يحمينا الناس الكل، يحمي صغيراتنا. نعرف حاجة كتعود يعني مقدر بها ربي صحيح، واحد يحاول ياكل حاجة مصحية وحاجة اما كي يمرض يعني زاد يحاول مع الدواء يعمل حاجات العربي متاعنا كيما يقولوا تيزانة والكالاتوس في الدار باهي حسيل. كما قاعدين تشوفوا لهنا حطيت البسباس خليته هو الاولاني باش يطيب، خاطر تعرفوا هو يعني يشد وقت اكثر من البطاطا. والبطاطا هذه راهي بالحق ما تشدش وقت في الطياب، ما تساويش عليها جملة، فيسع فيسع مشوار الطيب. حطيت المقلة من غاديك الكبيرة باش نزرب روحي شوية باش نحط فيها البطاطا. لكن حضرتها سخنة باش نصب فيها الزيت وباش نبدا. وانا المقلي يعني خاطر هو بالحق يشد يد ويعطل، او كاعملوا زوز مقليات، او كمقلة للفريت والفلفل، والمقلة الأخرى بطبيعة هو الحوت يعني يلصي قليناه في زيت سي، يعني الزيت هذاك يمشي على روحه، مش كيما مثلا زيت بطاطا وحدها نجمو نستعملوه مرة أخرى. أما زاد باش نزرب رواحنا شوي أو كمان ومن باش نقلي البطاطا في المقلة الكبيرة والحوت باش نعملوه في المقلة الصغيرة، والصوص باش نطيبها وحدها الصوص تاع الطماطم. قلت لكم الأم يلزمها تكون عندها بالحق استراتيجية في راسها، كونك تقوم الصباح تعرف كيفاش تنظم وقتها. حاجة بالحق ماهيش سهلة، حاجة صعيبة، كوني باش توفق بين هذا وهذا، بين الفطور بين العشاء بين القضية بين الصغار بين باش يعيطولك يقراو والا يلعبوا. يلزم بالحق برشا 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 جهد وبرشا وسع بال. ننصحكم ان تكونوا مرتبين افكاركم، تعرفوا شنو باش تعملوا بالضبط، شنو باش تطيبوا بالضبط زاده. وافكار الطبخ هذوما اللي باتش كوكينج بصراحه يعاونوا برشا برشا. قاعده يعني انا جامي وقفت هكا نهار في الكوجينه، بالاخص توا هكا الطقس يعني شتي. جامي وقفت وطيبت حاجه يعني قليل قليل. ديما نطيب حاجتين ديما هكا، ديما مخي مرتاح بالاخص مع القرايه، يعني لازم نقول هكا نطيب حاجتين وما باش نلقى الوقت باش نقري بناتي. وكان هارت لي نكون يعني مقصورة من نقول هكا فما حاجة طيبة ما تتقلقش يعني. باش نحضر لهنا الصوص متاع الطماطم، قص الطماطم. نحبذ انا كوني نطيبها الطماطم صوص خير من اللي نقليها كعب، بالاخص الطماطم الشتويه. الطماطم متاع الصيف لا، الطماطم متاع الصيف حمراء وانقص ماهيش حامضه برشا، انقص برشا وطريه ماهيش يابسه. الطماطم الشتاء لا، الطماطم الشتاء يابسه وفيها يعني شكل المطعم شويه حامضه شويه. او كان نحبذ كوني نطيبها صوص نزيدها يعني
نزيدها الثوم ما نزيدش معاه حتى شيء، يعني جست نزيد معاه شويه ثوم شويه ملح زيت وفلفل اكحل هكا وفاح ونخليها تطيب. ان شاء الله يعني تكون فيديوهاتي يعني تعجبكم، ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله قاعد تكونوا قاعدين تتفرجوا فيها. فما نسبة نتاع تعاليق مش كيما مستانسة كي نهبط فيديو الحق ما شاء الله يعني مشاهدات والتعاليق. ما نعرفش شتي ولا على خاطرني انا نهبط فيديو بعد قداش حاسيل، وان شاء الله يكون المانع خير. هذا هو ان شاء الله يا ربي ترجع لي الحماس هذيك كي باش نرجع نهبط فيها الفيديوهات ونتشجع. كهو كل فترة وفترتها، كل وقت ووقته، مش كيما احنا والله لا نجمنا لا الصيف لا نجمنا الشتاء. ايامات الشتاء بالاخص باردين برشا، وكالصيف زاد ما نجموش هكا السخانة. ديما نقولوا الحمد لله على كل حال. مع كما قلت لكم يقولوا يدو في يد خوه نهار لحد ما فماش. كملت لهنا يعني بعد ما نكمل الفطور يعني ما نخليش، قلت لكم ما نخليش الماعون، تكون كوجينه نظيفه وتكون قضيتي مقضيه باش نجمو نقعدوا شويه نهار لحد مع بعضنا. كما قاعدين تشوفوا حطيت هاد الصوص هذيك تاع الطماطم باش نطيبها وحدها، شويه ملح شويه فلفل اكحل شويه فاح شويه زيت هكا هو فيسع زاد ما تشدش برشا وقت. لهنا فطورنا حضر، حبيتش نطول اكثر من هكا الفيديو. الفطور حضر بعد انا قصيت عليها المرقه قبل ما نرمي البطاطا على خاطر استحقيت الغاز باش نحط عليه المقله كما قلت لكم للحوت. وكهو يعني جاء وقت الفطور. لهنا رجعتها وقت اللي كملنا فطرنا وحطيت باش نغسل في الماعون. رجعتها غليت رميت كما قاعدين تشوفوا البطاطا، وكا شفتوا حتى المرقه نتاعها ما خليتهاش اللي برشا او كدوبه باش تاخذ البطاطا ما تاخوش برشا وقت، تاخذ غلو هكاكا حق ما تعطلش البطاطا جمله مشوار وطيب. بعديك كي نجي باش نحط نزيد هكا شويه معدنوس كحضرته زاده وحده وقرين فلفل هذاك في الاخر بالكل. تجيب البطاطا شويه نرمي قرن الفلفل ومن بعديك نحط كرشه المعدنوس من فوق. وقبل ما نمشي نقعد قلنا حاجه هكا للعشويه. بطبيعه قهوتي هذيك ما نسلمش فيها، حطيت باش نعمل قهوه عربي. وللصغار قلت نعمل لهم كما قلت لكم يعني الدنيا شتاء وكل شيء، ماذا بينا نعملوا حاجات هكايا مثلا العصير هذا نتاع البرتقال جو فري يعاون برشا فيتامين سي، يعاون الصغيرات حتى يعني يكونوا مرضى زاد يعاونهم. فيتامين سي باهي للبدن للكبار وللصغار، حتى انا والله عملت معاهم هكا هو فيسع حسيلو النهار يتعدى. نحاولوا كونا نستغلوه ما كل حاجة منها شوية. وكما قلت لكم صدقوني هكا نرتاح بالقداء. وحتى العشية لقيت عندي وقت كونا خرجنا عملنا دورة صغيرة، خذينا حاجة لليل حاجة حلوة، وكملنا قضينا قضيات للصغار يستحقوهم للمدرسة. وهكا تحسش اللي كونه وقت زاربك ولا تجري ولا لا،
كوني عشاك طايب، دنيتك مقضية، وتحاولوا يعني مثلا أنا حاجتي بك الحاجة ذيك مثلا نهار الاثنين ولا نهار الثلاثة نحاول نقضيها، وإلا نبدأ فيها قبل بنهار ولا بنهارين. صدقوني طريقة ناجحة، مش 100%، 1000%، كونك ما تخليكش تتخسر. وإن شاء الله ربي يعطينا الوقت الطيب، إن شاء الله ربي يعيننا. الوقت هذايا نستحفظوا فيه برشا 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 على رواحنا احنا الكبار باش نجموا نستحفظوا على صغيراتنا. ان شاء الله تكونوا ديما يا ربي بخير بصحة جيدة. نبقيكم على خير ان شاء الله في فيديوهات قادمة. ما تنسونيش في الاشتراك، في اللايك، في تفعيل الجرس للي مشتركين الجدد. خليكم مع بقية الفيديو. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.